يا مساء الخير، يا مساء السعادة ومساء الهنا ومساء الورد والياسمين على عيونكم يا حلوين. كيفكم؟ شو أخباركم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بخير. وهون قبل ما نبلش الفيديو يا حبايب قلبي، يلا صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونذكر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. حبايب قلبي، هون كانت الدنيا الصبح، شربنا فنجان هالقهوة الصباحي لابد ولا غنى عنه. وكمان حبايب قلبي عجنات وخبزات، الحمد لله رب العالمين. الخبز البيت طيب كتير وطعمه غير شكل. وهون حبايب قلبي طبختنا كتير لذيذة وكمان سهلة، ما بتاخد وقت كتير. كل المكونات على بعض وبندخلها بقلب الفرن. هون حبايب قلبي عندي اللي هو الجناحين، كيلو ونص من الجناحين. غسلتهم منيح ونظفتهم حبايب قلبي طبعا، ونقعتهم بالخل والليمون والملح. وبعد ما نظفناهم حبايب قلبي ضفت عليهم البهارات. عندي هون معلقة فلفل أسمر ومعلقة إبهار حلو، معلقة 7 بهارات، معلقة اللي هو الفلفل الحلو، واليا بنات الفلفل الحار، وفيك تستغني عنه. وهون معلقة ملح وتقريبا معلقة زيت، ونطقتهم في بعض يا حبايب قلبي. وجبنا صينية الفرن ورصيتهم جنب بعض. وطبعا اي شيء متبقي من التتبيله بضيفها عليهم. وهون حبايب قلبي حطيت الفلفل كمان الحده والحلوه، وكمان بصل بقطعه هيك 4. انا هون بس بغسله، ما بشيل القشره، بس بقطعه وبضيفه كده حبايب قلبي فوق الجناحين. وكمان عندنا طماطم بضيف لها كمان قد حبه او حبتين. وهلا حبايب قلبي المكون الاخير اللي هو السماق، برش عليها قد معلقه سماق، كتير بيعطيها طعم طيب. وهلا بدخلها بقلب الفرن طبعا على حراره عاليه من الاسفل والاعلى، وفيكم كمان تحطوه من الاسفل، وقبل ما تتحمر كده وتستوي بتحمروها من الاعلى. وهيك مثل ما انتم شايفين هلا طلعناها. بس هون الحمد لله رب العالمين انحرق الفلفل شوي والبصل، بس هي كانت ممتازة، ما انحرق شي فيها، والحمد لله رب العالمين. هاد كان غدانا، الله يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. سوري. وكمان حبايب قلبي جربوها، كتير كتير طعمها طيب، لذيذة بشكل. عملنا جنبها سلطة والحمد لله رب العالمين. وهون حبايب قلبي عملت كيك بارد. جبت بسكويت، طبعا الأوركر أنا استخدمت، فيكم تستخدموا أي نوع، وحليب سائل يا حلوين. وهيك غمست البسكويت بقلب الحليب. وهون حبايب قلبي فيكم تضيفوا معلقة نسكافيه على الحليب، يعني نكهة بتعطي كمان طعم كتير طيب. أنا ما كان عندي، ما ضفت، ورصيت هيك رستين. وهلأ هون في وعاء آخر ضفنا علبتين من القشطة، وعندنا باكتين سوري من الدريم اللي هي الكريمة البودر، مغلف من الكريم كراميل. وهيك ضفتهم على بعض حبايب قلبي، وهلأ خفقتهم. وهون حبايب قلبي لقيتها سميكة شوي، ضفت لها معلقتين من الحليب، انا بقلبهم مع بعض يا حبايب قلبي، وهيك بتكون جهزت. هلا بضيفها فوق البسكويت اللي حضرناه، الطبقة اللي حضرناها. وكمان برد بعمل كمان طبقة من البسكويت، بلله بالحليب وبرصه هيك مثل ما انتم شايفين حبايب قلبي. وبعدين بضيف بقية الكريمة اللي متبقية. وهيك حبايب قلبي بنجهزها وبنوضعها في قلب الفرن تقريبا مدة 2-3 لبين ما تتماسك معاكم، وتلاقوها تماسكت. بنطلعها وبنزينها، طبعا التزيين شخصي. فيكم تزينوا في الكاكاو البودر يعني مثل ما أنا زينت. وفيكم يا حبايب قلبي تزينوا بقالب شوكولات وشوية كريمة، وبتعملوهم على حمام ماي أو في قلب الميكروويف بتسيحوهم، وبتضيفوا الطبقة الأخرانية للتزيين. طبعا أكيد فيكم تزينوا يلي بتحبوا حبايب قلبي. هون أنا زينتها بالكاكاو، بنتي الله يرضى عليها ويخليها يا رب، ويخلي لكم أولادكم ويحفظهم يا رب هيك، ويطعم يا رب هيك كل محروم الذرية الصالحة، آمين يا رب العالمين. وطبعا زيناها وقطعنا منها، وما شاء الله طلعت كتير طيبة. هون حبايب قلبي يعني الحلا كان مو حلو كتير، يعني عادي حلا. لو لقيتوها مو حلوة فيكم تضيفوا تقريبا يعني نص كاسة سكر بودر أو ربع كاسة بودر، حسب ما بتحبوا يا بنات الحلا. وفيكم تخلوها مثل ما هي، أنا خليتها مثل ما هي، ما ضفت لها سكر.
وهيك حبايب قلبي، هاد كان نهارنا وهاد كان الفيديو. إن شاء الله يا رب تجربوا كل شي بنعمله وبيطلع طيب وبيعجبكم. ويلا يا حبايب قلبي بودعكم ومع السلامة وإلى اللقاء. بشوفكم إن شاء الله بفيديو آخر. لا تنسوني من دعمكم ولايكاتكم الحلوة. الله يسعدكم وتعليقاتكم الأجمل والأجمل والأحلى والأحلى. باي باي ومع السلامة.